حرب إسرائيل على لبنان هي علامة من علامات نهاية العالم، مكتوبة في كتاب النبي زكريا من 2600 سنة. بص بيقولك بالنص إيه: ها أنا ذا أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلون ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل الأرض. يعني إيه؟ يعني الموضع المقدس اللي هو القدس أورشليم، حوالين إسرائيل هتجتمع عليها كل جيوش الأرض، الأربع ممالك المسيطرة على الأرض اللي هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. امريكا والاتحاد الاوروبي المذكورين ايضا في كتاب النبي دانيال بملك الشمال حلف شمال الاطلسي، وروسيا والصين المذكورين في كتاب النبي حسقيال بجوج وماجوج. ده خبر بقوله لك، روسيا والصين جوج وماجوج دول نص ودول نص، النصين دول هيجوا عند ارض اسرائيل حسب النبوة، وهتكون حرب نهاية التاريخ الكبرى. في الحرب دي الله بنفسه هينزل عشان يحارب، وهيظهر بحصانه الابيض، وكل الشعوب هتعرفه لان هو ظهر في الارض 3 مرات. ظهر ايام موسى، ظهر ايام المسيح عيسى ابن مريم، المرة التالتة هيظهر امام كل العيون كرجل الحرب. رجل الحرب كل العيون هتشوفه حسب النبوة. بيقول لك ايه في هذه الموضع: واضرب كل خيل الشعوب بالعمى في ذلك اليوم، يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة وكل خيل الشعوب بالعمى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من طنين الطيارات، دي صورة للطيارات، من طنين الطيارات اللي هتطوف حوالين الموضع المقدس والشعوب اللي حوالينا اللي هي 7 دول عربية، الناس اذانها هتطن، لانها هتقوم امة على امة ومملكة على مملكة، واصوات رعوب هتكون في اذان الناس، وهيكون زمان ضيق ما حصلش زيه من بداية الخليقة. هو ده الكلام الحقيقي اللي مكتوب، والكلام ده هيحصل. عايز تصدقه صدقه، مش عايز تصدقه ما تصدقوش، لكن كل النبوات دي بتحصل في الايام اللي احنا عايشين فيها. بص تكملة النبوة بتقولك ايه: و... واجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب. يعني هيجعل شعب اسرائيل كمصباح نار بين الحطب، وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. يعني اسرائيل هتقوم تاكل 7 دول عربية حواليها، وانت شايفين اللي حصل في فلسطين وشايفين اللي حصل في لبنان دلوقتي، والكاس هتدور على الجميع. يعني امراء الخليج ما يفتكروش ان هم الكاس مش هتدور عليهم، او مصر وهم ساكتين على اللي بيحصل في اخواتهم ما يفتكروش ان الكاس مش هتدور عليهم. رئيس بشار الاسد ما يفتكرش ان الكاس مش هتدور عليه. فكل المناطق دي الكاس هتدور عليها. فالوقت قريب، احنا في الايام الاخيرة، بل على حافة الأيام الأخيرة، في آخر حلقة من مسلسل التاريخ. ودايما آخر حلقة من المسلسل بيبقى فيها الأكشن، أو بيبقى فيها الحرب الكبرى، الحرب الكونية بين الخير والشر. فالله هينزل بسحاب ملكوته، وكل قوى الشر الروحية هتجتمع عشان تواجهه. خليك مع الله علشان الله هيكسب الحرب دي، وما تكونش مع الشيطان. الوقت قريب، استعدوا استعدوا للقاء إلهكم، لأن الفرح بيشطب، والمعازيم بتسلم على بعض، والعريس هياخد عروسته ويطلع بيها إلى ما وراء النجوم. صدقني ما في زمان بعد الزمان. عايز صدقني صدقني، مش عايز تصدق ما تصدقش. عايز تشتمني في التعليقات اشتم، عايز تصدق وتباركني صدق، لكن الخبر ده حقيقي. لو ما كنتش جيت قلت الكلام ده ما كانش الناس هيبقى ليها خطية، لكن انا جيت قلت الكلام ده، وهم بعد ما سمعوا الكلام ده عليهم يقرروا بين الحياة والموت. كل اللي هيخش فلك نوح التاني هينول الحياة، كل اللي هيرفض يخش فلك نوح التاني لن ينول الحياة. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.